كابتن حسام حسن طلع في المؤتمر الصحفي امبارح. يعني قال شويه تصريحات كده. اتحاد الكوره كان عامل بيان عشان خاطر يعني الاجواء مع المغرب. وزير الرياضه بتاعنا كلم وزير الرياضه هناك والدنيا يعني بقت حلوه. كابتن حسام حسن اول حاجه اتكلم فيها في المؤتمر الصحفي ان منتخب مصر كان ماشي بشكل كويس، ولو في عداله ولو في تنظيم كويس كان منتخب مصر يكمل. طبعا كلام مش منطقي وشماعه بيعلق عليها اخطائه وبيعلق عليها فشله. طبعا ان كابتن حسام حسن واضح ان هو ما بيعرفش يقرا الماتشات. قلنا الكلام ده قبل كده في ماتش بنين وماتش السنغال، وفي ماتش الكوت ديفوار واضح ان هي مشيت معاه. كابتن حسام قال لابد من تطوير الكره المصريه، ولابد من تقليل عدد الاجانب والاستفاده باكبر عدد من اللعيبه الفلسطينيين. طب واللعيبه الفلسطيني ده هيفيد المنتخب فيها يا كابتن حسام؟ ما هو اجنبي يا كابتن حسام، بس اكراما لاخواتنا في فلسطين وكابتن حسام بنعتبره مصري. ما هو محترف يا كابتن حسام. مش عارف مين اللي كان مع كابتن مدحت شلبي كان عارضين المؤتمر، قال له حسام ما بيعرفش يتكلم وعمره ما هيكون زي الجوهري. كابتن حسام كمان يعني كان بيقول كلام كده فيه شبهه، مش عايز اقول تلقيح، بس جاب سيره الاجانب اللي سبقوه في قياده منتخب مصر. كابتن حسام انت ما تتكلمش على دول، حتى لو دول كانوا فشلوا. عايز اقول لك ان كيروش ما اتغلبش من السنغال، انت ما رحتش اصلا. كيروش اللي مش عاجبك طلع حوالي 8 9 لعيبه ما حدش كان يعرفهم. فيتوريا اللي الناس بتنسب خالد صبحي ليك، لا يا كابتن معلش، هو اللي اكتشف خالد صبحي، هو اللي خد خالد صبحي معاه في المنتخب اصلا. ما فيش لعيب واحد خدته من الدوري المصري الناس مش عارفاه. انت صباح الفل. اتمنى بس المسؤولين في اتحاد الكوره يقيموا الكلام ده ويعقلوه كويس، ويشوفوا كابتن حسام ده دماغه راح فين، وفعلا كابتن حسام ده مش هيفيدنا. نلحق نغير قبل مدعكه كاس العالم، وفي وديات طبعا في شهر 3، فنلحق نغير الدنيا ونلحق نشوف حد يجي يكتشف لعيبه جديده ويطلع لعيبه جديده لمنتخب مصر، ويشوف منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي اللي كانوا بيلعبوا واللي ما حدش بص عليهم اصلا، والمنتخب اللي لعب في كاس العرب ما حدش بص عليه اصلا. يعني واحد زي اكرم توفيق ده انا ما اعرفش ما يروحش منتخب ليه؟ هو محمد شهاب احسن منه؟ احمد احسن منه؟ كابتن حسام حسن طلع في المؤتمر الصحفي امبارح. يعني قال شويه تصريحات كده. اتحاد الكوره كان عامل بيان عشان خاطر يعني الاجواء مع المغرب. وزير الرياضه بتاعنا كلم وزير الرياضه هناك والدنيا يعني بقت حلوه. كابتن حسام حسن اول حاجه اتكلم فيها في المؤتمر الصحفي